بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. عملنا في الفيديو اللي فات صينية السمك بالبطاطس وطلعت في منتهى الجمال. عملنا نص الكمية صينية، والنص هنقليه في فيديو النهاردة. وعملنا كمان معاه رز صيادية بطريقة جميلة. النهاردة هنقلي نص الكمية التانية بطريقة جميلة جدا. هنا معانا السمك مغسول ومتنضف كويس جدا. هنحضر التتبيلة. معانا توم مفروم، بضيف عليه فلفل اسود وكمون وبابريكا وعصير 2 ليمونة، وبشيل البذر، وبقلب التتبيلة كويس جدا مع بعضها، والتوابل والملح على حسب كمية السمك اللي هتعمليها. بقلب التتبيلة كويس جدا مع بعضها، وبتبل السمك اللي معايا كويس جدا من جوه ومن بره. وبتبل بطن السمكة والراس كويس جدا من جوه ومن بره. وممكن تسيبيها شوية وبعدين تقليها، وممكن تحمريها على طول. والافضل انك تسيبيها شوية في التلاجة علشان السمكة تاخد من التتبيلة وطعمها يكون جميل. هنيجي للدقيق. معايا كوباية من الدقيق، بضيف عليها معلقة من النشا، وبضيف كمان رشة من الملح، وبقلب الدقيق مع النشا كويس جدا. وبعدين هنغلف بيه السمك اللي معانا. وهنعمل طريقة جميلة جدا تقلي بيها السمك علشان يكون مقرمش وجميل. بغلف السمكة كويس جدا بالدقيق، وممكن تحمريها او تقليها على كده. ولو محتاجة السمك يقرمش معاكي جامد، هنغلفه بالدقيق مرتين بطريقة معينة، هيكون معاكي مقرمش جدا وجميل. هكمل السمك اللي معايا وهغلفه بالدقيق كويس جدا. اخر سمكة معانا بنغلفها كويس جدا بالدقيق. وبعدين بجيب مية ساقعة وبنزل فيها السمكة كده بسرعة، وبعدين برجع وبغلفها مرة تانية بالدقيق علشان تكون مقرمشة جدا معانا. والطريقة دي جميلة جدا. بمسك السمكة بالشكل ده، وبنزل فتحة البطن من تحت علشان اضمن ان التتبيلة ما تخرجش مننا في المية. وبعدين بغلفها مرة تانية بالدقيق. والطريقة دي بتقفل بطن السمكة كويس جدا علشان لما نيجي نقليها التتبيلة ما تخرجش في الزيت. شايفين الطريقة دي بتقفل بطن السمكة. ولما تيجي تقليها بتحطيها على الناحية المفتوحة، فبتقفل معاكي في الزيت. بنيجي للزيت يكون سخن، وبننزل بالسمك اللي معانا. وعلشان تضمني ان السمكة ما تفتحش معاكي في الزيت، بتنزليها الناحية المفتوحة. فبمجرد ما تنزل في الزيت بتقفل معاكي في الزيت، والتتبيلة ما بتخرجش منها. شايفين السمكة التانية نزلتها على الناحية المفتوحة. وبنسيب السمك بمجرد ما بياخد لون معانا بنقلبه الناحية التانية. ولو السمك حجمه كبير ممكن تعملي فيه فتحات بالسكينة من بره وانتي بتتبليه. بنزل بالسمكة التالتة اللي معانا. شايفين السمكة اللي معايا هنا اللي ضفتها في الأول اتفتحت معانا علشان
الفتحة كانت من فوق، لكن لو نزلتيها على الفتحة من تحت هتقفل معاكي وبتكون جميلة. بضيف قشر ليمون على الزيت، بيضيع ريحة الزفارة وبيخلي الزيت ريحته جميلة. هنا السمك بعد ما خد لون معانا بنقلبه الناحية التانية. شايفين السمك مقرمش معانا وفي منتهى الجمال. طريقة جميلة. شايفين السمكة قفلت معانا بالشكل ده، والتتبيلة ما خرجتش منها واحنا بنقليها، والسمك مقرمش جدا وجميل. بسيب السمك يستوي. شايفين السمك مقرمش جدا علشان الطريقة اللي عملناها وغلفناه مرتين بالدقيق بتخلي السمك مقرمش معانا وجميل جدا. بطلع السمك بعد ما بياخد لون من الناحيتين وبصفيه كويس جدا من الزيت. شايفين الزيت نضيف معانا وجميل، والتتبيلة ما خرجتش من السمكة. بعد ما السمك بياخد اللون الجميل بنخرجه، بنصفيه كويس من الزيت. بشيل خلاص قشرة الليمونة وبصفي السمك كويس جدا من الزيت. طريقة جميلة جدا لقلي السمك. مهما عملنا من أصناف بتفضل الطريقة اللي تربينا عليها أجمل وصفة ممكن تعمليها. وشايفين مع بعض الزيت نضيف قدامكم اهو، وما فيش اي تتبيلة خرجت من السمكة علشان طريقة التغليف اللي غلفنا بيها السمك جميلة جدا. ما تنسوش تجربوها. وده السمك بعد ما اتقلى معانا مقرمش وفي منتهى الجمال. بتقدميه مع رز صيادية والسلطة المفضلة عندك، وبألف هنا. ما تنسوش تجربوا الطريقة دي وتقولوا لنا رأيكم. واحنا كنا عملنا الرز قبل كده. هسيبلك رابط الفيديو في المقترحات اللي بتظهر على الفيديو وفي الوصف أسفل الفيديو. عملنا رز بالبصل والكركم بطريقة جميلة جدا. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية جميلة وسهلة وهتعجبكم بإذن الله. وفي حفظ الله ورعايته.